الموبايل بتاعي بيستهلك نت بغباء، بيخلص الباقة 12 جيجا خلصت في يومين ومش بستخدمها في حاجة غير فيس وواتس وبلعب ببجي. بص يا باشا، استهلاك النت بتاع الباقة في حاجات كتير قوي. انا هقول لك على شوية حاجات منهم كده لو عملتها الباقة بتاعتك ان شاء الله هتكمل معاك. بص، اول حاجة هتدخل على فيسبوك، ماشي، وبعدين تدخل على الضبط او على الاعدادات بتاعة الفيس، تمام، الاعدادات، وبعدين الاعدادات، ماشي. هتنزل تحت او هتبص كده قدامك هتلاقي في حاجة اسمها الوسائط، هتضغط عليها وتختار تشغيل تلقائي، وتبص على تشغيل تلقائي دي هتلاقي عندك حاجه اسمها بيانات اتصال الهاتف وعلى واي فاي، وعدي بتاعه تشغيل الفيديوهات التلقائي. يعني وانت بتتصفح كده اي فيديو بيظهر قدامك بيفتح، ده بيستهلك كتير من نت الباقه، فانت هتدخل هنا وهتخليه على واي فاي بس زي ما انا عامله كده. ده رقم واحد. رقم اتنين يا صاحبي، هتدخل على الواتس بتاعك، تمام، وتدخل على الاعدادات وتيجي على التخزين والبيانات وهتبص على التنزيل التلقائي للوسائط، هتفتحهم واحده بواحده، هتخلي العلامات دي كلها مش متفعله، يعني الثلاثه دول هتخلي العلامات دي مش متفعله. ده عشان لو حد بعت لك حاجه ما تتحملش تلقائي، لا فيديو ولا صوره ولا اي حاجه، ده طبعا بيتحمل من الباقه. لما تقفلها من هنا هتخلي اي حد يبعت لك اي حاجه انت اللي هتفتحها بايدك. الحاجه اللي انت عايز تحملها تحملها، مش عايز تحملها ما تحملهاش، مفيش حاجه هتتحمل تلقائي. ده برضو بيسحب من نت الباقه. وهتدخل على الضبط والشبكه واستخدام البيانات، هتلاقي عندك حاجه اسمها موفر البيانات الذكي، ده شغله. وهتلاقي عندك حاجه برضو اسمها الاتصال بالانترنت، تفتحها هيجيب لك كل التطبيقات اللي عندك على تليفونك. التطبيقات اللي بتحتاجها دايما وبتحتاج يبقى عليها نت على طول فعلها من هنا، والتطبيقات اللي ما بتستخدمهاش كتير او مش محتاج النت عليها اقفلها، كده مش هتستخدم نت خالص. يعني اي تطبيق هتلغي التفعيل بتاعه من هنا مش هيستخدم نت خالص، حتى لو جيت تفتحه او تدخل عليه هيقول لك النت مفصول عنه. وبعد كده هتدخل على موفر البيانات الذكي وهتلاقي فيه تطبيقات كتير، كل التطبيقات تقريبا اللي عندك. التطبيقات اللي عايزها تشتغل مع موفر البيانات علمها، خليها متعلمه. يعني التطبيقات دي مش هيبقى عليها الحمايه بتاعت موفر البيانات. موفر البيانات هيقلل النت عن كل التطبيقات التانيه الا دي. هتفرق معاك في ان مثلا اشعار هيتاخر، رساله هتيجي متاخر شويه بس، لكن هم شغالين بس مش هيشتغلوا في الخلفيه. يعني التطبيقات اللي انت لاغي عنها النت دي او فاصل النت عنها من هنا هتشتغل برضو نت بس مش هتشتغل في الخلفيه، هتسحب نت لما انت بس تفتحها. يعني مثلا لو لغيت تفعيل للواتساب مثلا مش هيجي لك رساله من على واتساب الا لو انت فاتح واتساب. لما تقفل واتساب هيبقى مش متصل بنت، مش هيجي له حاجه، تمام. وبرضه لو بتستخدم جوجل من على الباقه فعل الخيار ده، ادخل على جوجل كروم واختار الثلاث نقط اللي فوق دول، هتلاقي عندك حاجه تحت خالص انا عشان مفعلها كاتب لي تم توفير مش عارف كام ميجا. لو انت مش مفعلها تضغط عليها وتفعل الخيار اللي فوق ده. انا عشان مفعلها حتى جايب لي الحاجات اللي وفرها تحت اهي.